اهلا بكم مره تانية في حلقه جديده. هنتكلم النهارده عن خبر مهم جدا وخبر جميل جدا عن برنامج انستا باي، وهو برنامج التحويل الاموال اللحظي من البنك المركزي المصري. بس قبل ما اكمل الحلقه، يا ريت اللي بيشوف الحلقه اول مره سبسكرايب للقناه ولايك وشير للفيديو. اما متابعيني وحبايبي الموجودين على القناه، لايك وشير للفيديو عشان خاطر يوصلكم كل جديد اول باول. هنتكلم النهارده عن ان انستا باي فتح. البنك المركزي صرح بان يفتح برنامج انستا باي للتحويل خارج مصر. وكان برنامج انستا باي لغايه حد قريب كان بيتم التحويل من خلاله داخل مصر بس فقط لا غير. يعني كان ممكن يعمل تحويلات اموال او تعاملات ماليه داخل مصر، لكن هو حاليا ممكن انت حضرتك لو انت حضرتك بره مصر ومنزل برنامج انستا باي وربطه مثلا بالكارت بتاعك، ممكن تعمل تحويل من حسابك لحساب بنك تاني خارج مصر، او ممكن تعمل تحويلاتك من البنكية من خارج مصر. طب هيفيد بايه الموضوع زي ده؟ طبعا هيفيد اولا انت تبقى خارج مصر، هيبقى اكثر برنامج بالنسبه لك مرونه، بدل ما كنت انت مضطر ان انت تنزل او مثلا لو حصل مثلا عطل في احد الابلكيشنات، سواء مثلا خاص بالبنك الاهلي المصري، لو انت مثلا فاتح حساب في البنك الاهلي او فاتح حساب في بنك مصر، واوقات كتيره جدا مع الضغط مثلا في وجود شهادات مثلا جديده زي الشهادات اللي نازله حاليا، اللي هي شهادات مثلا اللي هي ال 22 و 19 والحاجات اللي بيقول 25% والحاجات دي كلها، كان بيبقى في ضغط على الابلكيشنات. فبتلاقي الابلكيشن او البرنامج التطبيق بتاع سواء البنك الاهلي وبنك مصر بتلاقيه تقيل. تمام. لكن فطبعا ساعتها ممكن تلجأ للبرنامج ده تعمل منه مع موضوع التحويل بتاعك، فده في ايه بيريح معاك الموضوع شويه، او بيبقى الضغط شويه بيخف على البرنامجين. وقلنا الميزه في البرنامج دوت ان هو التحويل فيه لحظي، يعني التحويل بيسمع في نفس اللحظه اللي قدامك، ودي من ضمن اجمل المميزات اللي موجوده في البرنامج. كمان لو انت بره، واحد مثلا فاتح حساب بره، مثلا انت مثلا فاتح حساب مثلا بره في قطر مثلا، او انت مثلا في قطر على سبيل المثال مثلا، بنك كيو ان بي له فرع هنا وله فرع بره. تمام. او انت في الامارات بنك العربي الافريقي له فرع مثلا في مصر، له فروع في مصر وله فروع مثلا في الامارات. فممكن من خلال البرنامج ده تعمل عملية تحويل ما بين البنكين. وده طبعا مثلا لو لواحد تاني، وده مثلا هيوفر عليك وقت وهيوفر عليك مثلا كمان جهد وحاجات كتيرة جدا من ان انت بس تعتمد على الابلكيشن بتاع التطبيق البنكي. فهو بصراحة هي خطوة إيجابية جميلة جدا من البنك المركزي إن هو يفتح التعامل البنكي البرنامج انستا باي للتعامل من خارج مصر. وتعالى مع بعض كده نشوف مجموعة البنوك اللي مشتركة في برنامج انستا باي. زي ما احنا شايفين مع بعض، حوالي 16 بنك مشتركين في برنامج انستا باي، او هتلاقيهم طبعا ظاهرين في برنامج انستا باي، اللي هو البنك العربي الافريقي وبنك القاهرة وبنك صايب وبنك الاهلي المصري، معلش انا نسيته، وبنك مصر وبنك البركة والبنك التجاري وفا والبنك فيصل الاسلامي وبنك سي اي بي وبنك اسكندرية، بنك كيو ان بي، البنك العربي، بنك ايجي بنك، والمصرف العربي الدولي، واي بنك، واتش اس بي سي. وطبعا شفنا مع بعض مجموعة الفروع او البنوك اللي مشتركة في برنامج الانستا باي. 16 بنك تقريبا. طبعا مجموعة كبيرة من البنوك، ده ممكن طبعا بيبقى فيه بتدي اكثر مرونة للبرنامج في التعامل من خلال برنامج انستا باي. طبعا حدود اللي هو التحويل الخاصة بالبرنامج انا ذكرتها قبل كده، وهرجع تاني اذكرها لكم برضو، وهسيب لكم الحلقة بتاعت اللي هو تعديل الحدود الخاصة ببرنامج التحويل تحت في صندوق الوصف. اتمنى تكون الحلقة فادتكم، وان شاء الله بكم في حلقة جديدة. مع السلامة.